منصة طموح ترحب بكم أينما كنتم. كشف صانع المحتوى بلال الحداد عن خطوة مثيرة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو بعد أن بدأ بمتابعة أكبر داعية إسلامي في البرتغال، المعروف بتأثيره الواسع في إقناع الآلاف حول العالم بالدخول في الإسلام. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين محب اللاعب ومتابعيه، وسط تساؤلات إن كانت مجرد متابعة عابرة أم بداية لقصة أكبر ستكشف لاحقاً. هيدا خبر يا جماعة أنا ما فيني أهمله صراحة، هيدا ما فيني أهمله. يعني شوفوا، أنا مع احترامي لكل الأديان وبديش فوت معلم بالأديان، بس يا رونالدو شكله أسلم يا جماعة، رونالدو شكله أسلم. وأنا كمسلم بدي أحكي بفخر بهالموضوع، لأنه تابع الداعي الأكبر بالبرتغال يلي بينشر عن كل شيء عن الإسلام. كريستيانو تابع محمد إبراهيم يلي بيقنع العالم لحتى تأسلم. هيدا يلي تابع رونالدو يا جماعة، ويلي بشوف رونالدو آخر فترة بيعرف كيف عم يتغير، عم يدعي لما يلعب بيطلع بينطق بكلمة بسم الله، بيدعي السلام عليكم. هيدا كله حنشوفه عن قريب وكل شيء حيبين. وأنا إحساسي رونالدو شكله أسلم. يا رسول سلام عليك.